نتمنى ان شاء الله بها الاخت هيام تتزوج وتقبل بالاخ سي محمد البقالي. بغيت نقول لكم انا هضر دابا بالادب وبالشويه باش بنادم يفهمني. دابا انا خرج واحد السيد كيقول انه كيبغيني وانه باغي يتزوج بيا وانه زيد وزيد وزيد. هذاك السيد اللي خرج في ديك الاذاعه كيقول انه باغي يتزوج بيا، اول حاجه ما كنعرفوش، ثاني حاجه ما عيطش ليا، ما قالش ليا باغي نتزوج بك، ما قال ليا والو، ومشى لديك الاذاعه وقال لهم باغي نتزوج بيا. ما عرفتش واش مشاو له جابوه، الله اعلم. من قال لك بعد الظن يتم، ما نظنوا حتى حاجه في الناس. حيت دابا انا بقوايا العقليه كندوي معاكم دابا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي أحبائي متتبعي قناة إراما تيفي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات. بعد طبعا غيبة طويلة نوعا ما، وخاصة مع المرض، مع بعض المشاكل، مع أمور طبعا تشغل الإنسان في حياته اليومية. عدت لكم يعني بهذا الفيديو اللي أنا نعتبره فيديو يجمع شمل، فيديو للمحبة. فأردت اليوم باش نتكلم على موضوع شائع كثير في اليوتيوب، وهذا الموضوع أنا شدني كثير وتأثرت به كثير كثير كثير، مساندة للأخ سي محمد البقالي، الشاب الطموح الفنان اللي أحب يعني الأخت هيام، وبكل صراحة تقدم لها أمام كل الملأ واخطبها. وعارف بأنني أنا مغربي حر ومغربي الحمد لله. ما نقدرش أنا نشكر راسي، غتقدر هي من بعد غادي توافق إن شاء الله، وغادي يعجبها أن غادي تبدل الفكرة ديالها، وأنا بغيت نبدل لها الفكرة ديالها، لأن احنا جميع المغاربة ما نقدروش ننصحوا بنت تزوج بأجنبي. راه ممكن تزوج بولد بلادها وولد من المغرب ديالها وغتلقى فيه الخير، راه ماشي كلشي بحال بحال. وانا كنقول بانني نسى عليها داك الشيء اللي وقع لها، وانا راه غنعيشها فوق الطوب ديال البخير اللي بغات، يعني جميع المسائل اللي تمناتها كاينه ان شاء الله. فهذا الموضوع بالذات انا اشغلني كثير 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 وتاثرت به كثير. لماذا؟ لان شفت ناس اللي يحبوا يهدموا ويحبوا يكسروا ويحبوا التفرقه يعني يكونوا ضد الفرحه، انهم كلهم خرجوا فيديوهات ضد هذا الاخ الشاب الفنان الطموح المؤدب المبتسم دائما حسب ما شفته في كل الفيديوهات. فجاو ضده وبقاو يتكلموا عليه وبقاو يعيبوا فيه وبقاو يقلدوا حتى في الكلام تاعه لما يوجه يعني كلام مباشر للمشاهدين وللأخت هيام باش يخطبها ويقول أن هذه الأخت هيام راهي حبتني ويعني قابلة أنها تتزوج معايا. فهو قدم هذا الطلب تاعه أمام كل الناس، أمام الملأ. ما هوش الإنسان اللي جاء من خلف يعني الناس وبطريقة غير شرعية واخطبها، أو جاء من النافذة. هو جاء من الباب وأمام كل الناس ويخطب فيها، عجبته على كل حال وقابل كيف ما هي حتى يعنيك مع الابن تاعها. فهذا الإنسان إنسان نظيف، إنسان نقي، إنسان صريح، وهذا حالة من حالات الفنان، لأن الفنان حساس، لأن الفنان عاطفي، لأن الفنان اللي في قلبه على لسانه، يعني ما ينافقش، إنسان مخلص. لو كان هو حاب يعني شيء آخر مثل ما قالوا بعض القنوات
لا راح لها كالشي اللي يحبها يديرها بالسر، ومن بعد يخدعها، ومن بعد يرميها، ومن بعد يغبنها. فهو تقدم أمام الناس وأمام يعني الجمهور والمتتبعين، وقال أنا حبيت هذه البنت وحاب نتزوج بها. فأنا بالنسبة لي إنسان مثل هذا يعني بكل صراحة أتقدم بما يرضي الله ورسوله. أنا مشجعه، أنا مدعمه، وخاصة إنسان فنان وشكر البنت كثير، وشكرها في صفاتها حتى وفي جمالها، وعمره ما عيب فيها، مثلكم انتم يا أصحاب القنوات اللي تكلمتوا عليها كلام غير لائق، وطعنتوا في شخصيتها، وطعنتوا في كل ما جاءت به من أجل أن تعيش. هي كانت صريحة بكل صراحة، وقالت لكم أنا يا عملت هذا الشيء وخرجت من الخفاء إلى الأضواء من أجل باش يعني نستقات، من أجل باش نعيش روحي ونعيش الابن تاعي. فأنتم أين كنتم؟ أين كنتم؟ أنتم يا من تتكلمون عليها، أين كنتم؟ لماذا لا تساعدونها يعني قبل ما تظهر، لما كانت محتاجتكم؟ شكون اللي ساعدها؟ هي تكلمت وقالت أنا اتجهت لكذا واتجهت لكذا واتجهت لكل الناس، ولا واحد فيكم ساعدها وحاول يسترها وحاول يعني يستتها كما يقولوا الناس، وما يخليهاش تحتاج وما يخليهاش توصل أنها حتى للفن هذا اللي هو فن الرقص اللي حتى تظهر مفاتنها. اللوم مش عليها هي وحدها، بكل صراحة اللوم على كل المجتمع. نبدو أولا بعائلتها، ونروحوا للجيران، ونروحوا للحي، ونروحوا للمجتمع ككل، ونخرجوا من المجتمع ونروحوا للمجتمع المسلم ككل. يعني كلنا يعني غدوة عند ربي سبحانه وتعالى نتحملوا مسؤولية يعني كل هذا الناس اللي مثل هذا الأخت هيام. على كل حال هي وجدت نفسها في هذا المجال، وجدت نفسها أنها الناس مهتمين بها وناس يساعدوها. يعني بكل صراحة يعني كنتم واش دخلكم؟ لأن أي إنسان يكون خلف الفيديو نتاعه يبان بطل ويبان شجاع ويبان يساعد ويبان أنه يعني كي غير في منكر. يا أخي لا غيرت المنكر، غيره بالفعل، غيره بالفعل. فهمت كيفاش؟ لأن لو حقيقة أنت غيرت المنكر ما كنتش يعني تجي في الفيديو تاعك وتعاود تظهرها وهي ترقص. أنا في الفيديو تاعي لما تتبعه ما راحش تشوفها وهي ترقص، وإنما نختار لها أحسن صورة نديرها لها، صورة محتشمة. وهاني ندير لكم الأخ كيفاش يتكلم باحترام، اسمعوه الاحترام نتاعه. وانا كنقول بانني نسى لي هذاك الشيء اللي وقع لها، وانا راه غنعيشها فوق الطوب ديال البخير اللي بغات. يعني جميع المسائل اللي تمناتها كاينه ان شاء الله، تعيش الطوب في الرفاهيه، ما تضرب حسبة حتى شي حاجه. وداك الشيء انا كنوعدها، وهذا الشيء اللي كنطلب من الجمهور الحبيب. هذا الأخ هذا أنا نضم نفسي ليه ونقول له يا أخي أنا إن شاء الله إذا كتب ربي أنت كفنان، فأنا واحد من الفنانين والمخرجين اللي أعجبتني بزاف، وأعجبتني في أخلاقك قبل كل شيء. وإن شاء الله يا ربي إذا كتب ربي لما لا إن شاء الله باش تكون معايا في شي أعمال فنية، وأنا المخرج اللي أنت ربما تبحث عليه أنت والأخت هيام، وننطلقوا إن شاء الله انطلاقة يعني قوية، ونكون سند ليك أنت لأنك عجبتني بزاف، ولأنك بكل صراحة كنت واضح، وكنت يعني يعني على نياتك. أنا بكل صراحة نسمعك تتكلم هذا الكلام على نياتك. أنت إنسان نظيف، إنسان يعني اللي ما جايش كي بعض العباد اللي شتهم يتكلموا عليك بسوء ويقلدوك حتى في النطق
ويقلدوك في مش عارف. انت يا الاخ محمد بقالي، انت انسان فنان. هذا الناس اللي هاجموك كلهم لولا ان يعني اليوتيوب هذا راه داير خير في شي ناس اللي ظهروا واللي ظنوا انفسهم انهم عن طريق هذه الفيديوهات اللي راهم يديروهم وصلوا او بلغوا او صبحوا فنانين. مستحيل. الفنان عنده احساس، الفنان عنده اخلاق، الفنان انسان مبدع. اما هؤلاء، وانا مانيش نتكلم على الجميع وانما نتكلم على الناس اللي تعرضوا لك. ولهذا اخي سي محمد البقالي نقول لك على بركة الله، نتمنى ان شاء الله يا ربي باش الاخت هيام يعني يعني تتفهمك وتفهم انك انت حبيتها وانك انت تمنيتها وتمنيتها للحلال، يعني ما نويت فيها حتى نية. وهكذا الفنان دائما يحب الفنانة ويحب باش يكونوا في بيت وحده، في يعني يشكلوا أسرة ويعيشوا مع بعض بالحلال. وهذه حاجة مباركوها، لازم أن كلنا نفرحوا أنك يعني حبيتها للحلال. ونقول لك إن شاء الله مبروك 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 مبروك، وإن شاء الله يكون لنا اتصال مستقبل إن شاء الله يا ربي. وإلا كتب لنا ربي نخدموا انصامبل، وإن شاء الله يا ربي نديروا أعمال وأعمال فنية وخاصة الأفلام. إذا هذا الكلام تاعي موجه خاصة لأصحاب القنوات اللي ما عجبهمش الحال لما تقدم الشاب سي محمد بقالي وخطب الأخت هيام. يعني جاتهم حاجة بيزار، لأن الأغلبية منهم موالفين الفضائح وموالفين المشاكل وموالفين الناس، يعني تلعب على بنات الناس وتزعق على بنات الناس ومن بعد يرموهم. وهذا يعني ما يبغيه لا ربي لا رسول الله صلى الله عليه وسلم. علاه مشي كلنا يعني نفرحوا بشيء كما هذا، ونشوفوا كل الناس وكل الشباب تخطب أمام الناس وتخطب يعني من الأهالي ومن الأقارب وتكون يعني مخلصين بعضهم بعض. ما لازمش الناس حتى تفسق أو حتى يعني تدير الفضائح باش عاد في النهاية يتزوجوا أو يعني حتى تجي المحكمة هي اللي تحكم لهم بالزواج. احنا ضد الفضائح، ضد الفضائح. احنا ناس نحبوا الخير ونحبوا الناس تحب بعضها بعض، ونحبوا باش مثلا تكون أسر. وحتى الفنانين اللي الناس داين عليهم فكرة مش مليحة يعني لأن هم ما يعرفوش الميدان الفني، ويعرفوا بأن هناك ناس يعني طيبين وناس محترمين وكاين نساء كذلك محترمات، وكاين نساء فقط اللي ربما الأمور الاجتماعية هي اللي وصلتها باش يعني تمتهن هذه المهنة هذه كما الأخت هيام. نتمنى إن شاء الله بها الأخت هيام تتزوج وتقبل بالأخ سي محمد البقالي ويديروا أسرة وهو يخدم، ويديروا ديو مع بعض ويخدموا مع بعض ويخدموا أمور كما قال هو أمور نظيفة، فن نظيف نبيل معبر عنده رسالة مستقبلية. ويبعدوا طبعا على الفن الهابط، الفن اللي ما يقبلوش يعني الناس اللي هما محترمين وما تقبلش حتى المجتمع ينبذه. فهمت؟ لهذا نتمنى الأخ محمد إذا كتب لك ربي مع الأخت هيام أنك أنت تحاول تعطيها أعمال، تأديها أعمال في ربما في الكورال، في المجموعة الصوتية معاك، حتى في الغناء معاك هكذا. وتنقص شوية معليش إذا كان ممكن من الرقص، أو حتى إذا كانت دارت الرقص دير رقص من نوع رفيع اللي احنا نسموه الكوريغرافيا، لا كوريغرافي اللي هي الرقص التعبيري، وتكون مسطورة. وإحنا نحبها تكون مسطورة لأنها بنتنا وعربية. فنتمنى الخير إن شاء الله لكم جميعا، ونقول كل الإخوة المتتبعين باش يباركوا لك بهذا الفرح إن شاء الله مستقبلا.
وقل لكم يا إخواني صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، وقولوا كلام اللي هو يكون في المستوى اللي كل الناس تحبه، ما تفرقوش بين الناس. يعني كما لازمش نديروا الفتنة بين الناس. وفي الأخير أيها الإخوة أيتها الأخوات، سلام الله عليكم، وإلى فيديو آخر إن شاء الله.